حزن وألم يرتسم على هذه الوجوه ويعتصر القلوب. أيام على مقتل الشرطي المسلم أحمد مرابط، عائلته ترسم له صورة الرجل المثالي. أحمد رجل ملتزم، كان يهتم بوالدته وأحبائه منذ وفاة والده قبل 20 عاما. كان مركز الأسرة. مهنته لم تمنعه من أن يكون ابنا مسؤولا وأخا مرحا وعما حنونا وشريكا محبا. أحمد مرابط الشرطي ذو 42 عاما لفت صورته العالم حين تم قتله بدم بارد من قبل أحد الأخوين كواشي على رصيف باريسي قرب مجلة شارلي إبدو. العائلة المكلومة دعت أمام الصحفيين إلى عدم الخلط بين القتل والدين. أتوجه الآن إلى العنصريين والمعادين للإسلام والمعادين للسامية لأقول لهم: لا يجب الخلط بين المتطرفين والمسلمين. المجانين لا لون لهم ولا دين. عائلة مرابط دعت إلى مسيرة صامتة صباح الأحد تكريما لروح الشرطي أحمد ولأرواح الضحايا الآخرين.